المنتخب المغربي البارح فرجنا في مباراة بلجيكا ومصر. مصر تفوز على بلجيكا وتأكد أنه كل شيء ممكن، يعني معناها تنقص الضغط على المنتخب المغربي اللي كان يعتبر المنتخب البلجيكي منتخب لا يقهر. مقابلة ودية أكيد، لكن في نهاية الأمر حتى منتخب ما ينجم يخلي روحه وينهزم في مقابلة إعدادية أخيرة قبل كأس العالم. شوف عندي راي مخالف مع مراد. نرجعوا له، خليني في السؤال هذا مخالف. المنتخب المغربي احنا نحكيو فيه معناه طاح في مجموعه فيها كرواتيا وبلجيك والكندا. نعم. كرواتيا عملت فينال 2018، بلجيك الثالثه، بمعنى ان المنتخب المغربي معناها باش يلعب مع زوز منتخبات لعبوا المونديال كلاسيو الثانيين والثالثين. الفرق المنتخب المغربي بالمنتخبات العربيه الاخرى، عندهم لاعبيه يلعبوا ساعه في الاونيفو في الاوروب، وقت يلعب ما يخافش، ما يحطش في مخه التفكير وباش يلعب ضد كرواتيا ولا بلجيكا. وشفناه تصديقا لقولك عبد المجيد قباتيني، شفناه في مباراة اسبانيا، شفناه في مباراة البرتغال، في كأس العالم في روسيا، وقدم مقابلات من اعلى طراز، لكن الحظ ما كانش معاه للاسف الشديد في مثل هكذا مواعيد. لابد من شويه ضربه نتاع حظ تكون اكيد ما عندوش حتى محظوظ.